بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم. ترند العالم اليوم يا جماعة هو لاعب كرة القدم الاكثر شهرة في التاريخ كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو فتح قناة على اليوتيوب، على المنصة اللي احنا موجودين عليها دي. لسه فتح القناة من يومين اتنين بس. القناة دي حطمت كل الارقام القياسية المعروفة على منصة اليوتيوب. القناة الآن بعد يومين فقط من فتحها تجاوز عدد المشتركين فيها 37 مليون مشترك، وطبعا ممكن دلوقتي واحنا بنتكلم يكونوا اكتر من كده كمان. كمية الفيوز او كمية المشاهدات على الفيديوهات اللي عددها 19 فيديو تتجاوز الملايين. في كل ساعة بيشترك عنده من 800 ألف إلى 1 مليون مشترك. أرقام خيالية غير مسبوقة على اليوتيوب، إن في قناة تحقق هذا القدر من المشتركين وهذا القدر من المشاهدات في ظرف يومين. طب إيه السر بقى اللي خلى قناة كريستيانو رونالدو تحقق هذا القدر من الانتشار الرهيب الغير مسبوق، لدرجة ان الالجوريزم بتاع اليوتيوب مش قادر يلاحق على احصائيات القناة، احصائيات المشاهدات ولا المشتركين ولا الكلام ده كله؟ لان زي ما انا قلت لحضراتكم المشتركين والمشاهدات غير طبيعيه، يعني فيوز بالالاف وبالملايين ومشتركين بالملايين، كل ده في كل دقيقه وفي كل ساعه، يعني كل ساعه الاوضاع بتتغير. لما بندخل على القناه بتاعته صورتها ظاهره قدام حضراتكم دي يو ار كريستيانو. لما بندخل عليها بنعمل ريفريش، كل ما نعمل ريفريش نلاقي عدد المشتركين اتغير والفيوز او المشاهدات اتغيرت، حاجه غير مسبوقه. ايه السر بقى، او ايه هي كلمه السر في ان قناه اللاعب الشهير الاكثر شهره في هذا الكوكب والاكثر غنى في هذا الكوكب كريستيانو رونالدو تحقق هذا القدر الرهيب من النجاح؟ السر في السوشيال ميديا بتاعته الاخرى، مواقع التواصل الاجتماعي الاخرى، الانستجرام وتويتر اللي هو اكس يعني، والفيسبوك، كل الحاجات دي كلها. هو نزل على هذه المنصات ان هو هيفتح قناة على اليوتيوب. مجرد ما حط اللينك بس القناة حققت ملايين، يعني مع اول لحظة، اول ساعة حققت 10 مليون مشترك. 10 مليون مشترك دخلوا اشتركوا فيها، تخيلوا. يمكن حتى اليوتيوب حصل عنده لخبطة شوية. 10 مليون مشترك واكتر من كده كمان في اول ساعة. ليه؟ لانه هو عنده حوالي 170 مليون مشترك على انستجرام، وعنده نفس القصة برضو تقريبا على الفيسبوك، وعنده ما يقارب النص مليار مشترك على التويتر. فانتوا بتتكلموا او على اكس، منصة اكس يعني. فاحنا بنتكلم على واحد عنده سوشيال ميديا غير طبيعية، عنده سوشيال ميديا رهيبة. الواحد لما بيكون عنده 500 متابع يبقى ماشي يقول يا ارض نهدي معاك يأدي. فتخيلوا ان واحد زي ده عنده بمئات الملايين من المتابعين، مئات الملايين، وصل لمرحلة ان هو يعني قرب على النص مليار متابع على كوكب الارض، النص مليار. فطبيعي ان واحد زي ده لما يفتح قناة على اليوتيوب، يعني ما كانش عنده قناة قبل كده على اليوتيوب، ويقول لهم يا جماعة دي قناتي وادي اللينك بس. هو الراجل مش محتاج يعمل اكتر من كده، شخصية مشهورة جدا، معروفة جدا، محبوبة جدا. طبعا ما فيش حد على كوكب ما يعرفوش في مجال لعبة كرة القدم يعني. فطبيعي ان كل الناس راحت اشتركت، فالقناة حققت المعجزة. القناة بتاعته مش ممكن، الكل النهاردة بيتكلم على قناة كريستيانو رونالدو ان هي حققت يعني شيء غير مسبوق في تاريخ منصة اليوتيوب. تجاوزت يعني الملايين المشتركين في ساعة واحدة، ملايين المشتركين وملايين المشاهدات والكلام ده كله. ربنا يوعدنا طبعا، يعني طبعا الموضوع ده صعب جدا ان هو يتحقق لاي حد، ولكن زي ما انا قلت لحضراتكم ان السر ان هو اصلا شخصية مشهورة جدا، شخصية معروفة جدا، شخصية ممكن ناس كتير جدا بتحبه في مجال لعبة كرة القدم او الحياة العائلية بتاعته بقى والحياة الشخصية بتاعته. ولكن عشان هو متميز كلاعب كرة قدم فطبعا الموضوع ده فرق بشكل كبير. طبعا غير لما يكون
يكون حد غير معروف او غير مشهور او ملوش قاعده جماهيريه، طبعا اكيد الموضوع بيبقى صعب جدا. الوصول على المنصات دي يا جماعه ومنصه اليوتيوب او غيرها صعب جدا صعب جدا. واي حد بيشتغل على هذه المنصه زيي او زي اي حد كده بيقدم محتوى لحضراتكم، طبعا بيعاني بشكل كبير جدا مجهود ويعني تكاليف، ممكن تكون تكاليف مادية طبعا بنتحملها في سبيل إخراج هذا المحتوى بشكل أو بآخر. مجهود كبير جدا الواحد بيبذله، ممكن نقعد أو مثلا ممكن الواحد يقعد يعني يصور وقت ويمنتج ويعمل، وممكن أحيانا وطبعا يعني في ناس زي كده كتير عندهم يعني وظائف أو بيشتغلوا، يعني مش قاعدين لليوتيوب بس أو اليوتيوب هو مصدر يعني العمل بتاعهم. يعني لا، اليوتيوب بالنسبة لي أنا هواية، وبالتالي أنا ليا شغلي وليا حياتي وليا التزاماتي الأخرى، وبالتالي أنا بقضي فترة طويلة جدا في العمل، والوقت اللي أنا بخصصه اليوتيوب بيبقى وقت مخصص كده أو محدد. ممكن لنا يعني بقية اليوم ممكن أقضيه على اليوتيوب، بحاول ان انا افكر في افكار اقدم لحضراتكم ايه والكلام ده كله. فطبعا زي ما بقول لحضراتكم اختصارا للكلام، ان المجهود اللي بيبذله واحد زي حالاتي او اي حد يعني ممكن مش هقول مبتدئ على اليوتيوب، لان انا بقالي سنين طويلة على اليوتيوب. انا من 2006 على اليوتيوب، وكنت عملت قناة اللي هي بتاعتنا الاولانيه طبعا اللي موجودين معايا وعارفين يعني ايهاب الطوخي يعني ومتابعينه من زمان. عملت قناه اسمها انباء واراء مع ايهاب الطوخي، والقناه دي انا بداتها في 2020. يعني انا بدات على اليوتيوب من 2006 و اهملت القناه او يعني بعدت عن اليوتيوب فتره كده. 2006 ده يعني يمكن ما كانش لسه حد يعرف حاجه اسمها اليوتيوب يا جماعه، كنت برفع فيديوهات والكلام ده كله. وبعد كده يعني قعدت كام سنه كده كنت مشغول بشكل كبير جدا فيهم عشان المستقبل والحياه والكلام ده كله. وبعد كده في 2020 بدايات 2020 رجعت مره تانية الى منصه اليوتيوب، وانشات قناه اسمها انباء واراء مع ايهاب الطوخي. زي ما قلت لحضراتكم الناس القدام يعني حبايبي واخواتي ومتابعيني اللي من زمان عارفين القناه، واستمريت على هذه القناه يعني لغايه شهر 6 الماضي، لغايه شهر يونيو الماضي كنت شغال. يعني بنتكلم كده من 2020 يعني ما يقارب ال4 سنوات او اكتر من 4 سنوات اشتغلت بشكل متواصل، وتعبت جدا جدا جدا. كنت بواصل الليل بالنهار عشان خاطر انجح القناه، وعشان خاطر يعني اوصل لعدد كبير من المشتركين وعدد كبير من المتابعين. ويعني فعلا بعد مجهود مضني، لان كنت لسه يعتبر جديد على منصه اليوتيوب، ما كانش حد يعرفني. الحمد لله بفضل الله تعالى طبعا، وبفضل دعم حضراتكم قدرت ان انا يعني اعمل القناه وابنيها. ولكن نتيجه لامر صغير جدا 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 جدا، يعني انا شايف ان هو صغير جدا، ولكن يوتيوب كان شايف ان هو امر كبير او يعني مخالفه، يعني ان صح التعبير. يعني تحدثت عن القضيه العربيه، فحصلت مشكله في هذه القناه، وبالتالي يعني اضطريت ان انا افتح القناه الثانيه اللي هي حكايات ايهاب اللي احنا موجودين عليها. ولكن القناه الاولى بتاعتي يا جماعه، انا معلش خرجت على الموضوع بس عشان اوري حضراتكم الفرق ما بين يعني واحد مشهور فتح القناه وفي ظرف يومين تجاوز ال 37 مليون مشترك، وانا على قناتي يعني حكايات ايهاب اللي احنا بنتكلم عليها دي لازلت 500 مشترك يعني، او تعديت ال 500 مشترك. حتى قناه انباء واراء يعني كنت 8000 مشترك، فمش عدد كبير يعني، ولكن الحمد لله بفضل الله تعبت واشتغلت واجتهدت. زي ما قلت لحضراتكم المشكله اللي حصلت على قناه انباء واراء يعني تم تصنيفها ان انا يعني خرجت بره او خالفت السياسات يعني، وبالتالي حصلت فيها مشكله. وعشان كده انا فتحت القناه الجديده بتاعتنا دي، وطلبت من كل المشتركين ان هم ييجوا. ولكن طبعا الموضوع ده ممكن يبقى صعب شويه، لان في ناس ممكن تكون اشتركت في القناه وما بقتش تتابعها او حاجه زي كده، يعني بدون الخوض في التفاصيل. وانا ببدا من جديد على اليوتيوب بعد 4 سنين تعب ومجهود وشقه
على اليوتيوب. ببدأ مرة ثانية من أول وجديد زي ما حضراتكم شايفين على قناتي دي. أتمنى إنها تكون فاتحة خير لينا جميعا. يعني أنا بقول لحضراتكم خلاصة القول إن الإنسان فعلا بيتعب وبيبذل مجهود اكبر كل ما كان يعني مش معروف او مش معلوم. انا شخص عادي وشخص طبيعي مش من مشاهير المجتمع، وبالتالي طبعا اكيد الوصول للجمهور هيبقى صعب. ولكن النهارده لما نلاقي حد مشهور او حد مثلا يعني حظى بقدر من الانتشار بسبب امر معين، بقى لاعب كوره، ممثل، مغني، مش عارف ايه، طبعا ده اصلا بيكون عنده قاعده جماهيريه كبيره جدا. فلما يفتح بقى قناه على اليوتيوب زي ما عمل كريستيانو كده، اكيد طبعا هيبقى عنده مشتركين ومشاهدات بالملايين، فهو بيختصر مشوار طويل جدا. يعني انا مثلا عشان اوصل مثلا يعني ل 10,000 مشترك، يعني انا اظن مثلا اللي انا محتاج مثلا، يعني لو ربنا ادانا العمر، محتاج مثلا 10 15 سنه مثلا يعني عشان افضل اوصل ل 10,000 مشترك. يعني الواحد بنحاول على اليوتيوب وبقدم الحاجه اللي ترضي ربنا اولا، وفي نفس الوقت برضو ترضي حضراتكم. الحاجة اللي انا مقتنع بيها بندعم من خلال القناة بتاعتنا، بندعم الاخلاقيات وبندعم الدين وبندعم حاجات جميلة جدا، وبنتعرض لموضوعات عديدة. زي ما قلت لحضراتكم المشوار بيبقى صعب جدا على الشخصيات العادية اللي زي كده او زي اي حد من حضراتكم اللي هو مش من مشاهير يعني. ولكن طبعا الشخص المشهور اكيد الموضوع بيفرق معاه بشكل كبير. شفنا كريستيانو رونالدو قناته يعني في خلال 48 ساعة تجاوزت ال 37 مليون مشترك. يعني شيء خيالي، شيء خيالي. مستحيل واحد زي كده يتخيل انه ممكن يوصل لمليون مشترك اصلا. يعني انا ما اتخيلش، اتمنى ولكن ما اتخيلش ان انا ممكن اوصل لمليون مشترك الا بعد 100 سنة مثلا يعني مثلا. ولكن شوف سبحان الله. ولكن طبعا دايما الامل في ربنا كبير، والانسان مطلوب منه السعي ومطلوب منه الاجتهاد، وبعد ما يسعى وبعد ما يجتهد يبتهل الى ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يوفقه. والتوفيق ده بيكون له صور وبيكون له مظاهر. من اهم صور التوفيق هو حب الناس ودعم الناس. اتمنى ان احنا نكون دايما على حب، والصداقة والأخوة والمحبة اللي بيننا تدوم وتدوم وتدوم إن شاء الله بإذن الله. وأتمنى يعني بفضل الله تعالى إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله بفضل الله طبعا ودعم حضراتكم، إن القناة بتاعتنا يعني نحقق عليها أكبر قدر من النجاح إن شاء الله، نوصل لعدد مشتركين أكبر، انتشار أكبر. أتمنى هذا، ده حلم أتمنى يعني وابتهل الى ربنا سبحانه وتعالى للمولى عز وجل ان هو يحققه لينا جميعا. حبيت بس ان انا اشارك حضراتكم هذا الخبر، ويعني نقول ربنا يوعدنا، ربنا يوعدنا يعني، ويعني نلطش بس كده، نلطش يعني في السيد كريستيانو، نلطش بس فيه كده، مش نبقى زيه، مستحيل طبعا هبقى زيه، مستحيل يعني وانا عارف كده. ولكن يعني نلطش بس فيه كده، يعني نخبط بس فيه، ناخد يعني نفحة كده منه ومن حظه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.